السلام عليكم. اجمل ما في البرازيل صراحة حياة الغابات والادغال اللي انتوا شايفينها دي. يعني ده منحدر طريق تحت منه فرع نهر باين جزء منه هناك اهو من انهار الامازون. انهار الامازون وفروعها هنا كتير جدا، والجبال في الطرق زي ما انتوا شايفين، وفي ناس بتبقى عامله بيوت في وسط الجبال والطرق، والدولة بتخدمه وتوفر له باص ياخد اولاده من المدرسة، حتى ولو كان عايش في بحيرة في المحيط او فوق جبل زي كده وعامل بيت منعزل لوحده. بتوفر له الباص يجي ياخد. تستمتع بالادغال وتخاف منها برضه في نفس الوقت، لان فيها بعض الحيوانات المفترسة زي الكوموندو او الكوموندز الامريكي، اللي هو الحيوان شكل السحلية ده مفترس جدا وعضته مميتة، وموجود منه في اندونيسيا وموجود في امريكا وموجود في البرازيل. بالاضافة الى نوعية الثعابين اللي هنا، هي قليلة الثعابين في الغابات بسبب كثرة النسر الاصلع في البرازيل، والبومة بتصطاد الثعابين والفئران. فالثعابين والفئران يعني نادرة، مش هنقول معدومة لكن نادرة عشان السلسلة البيئية. والجبال رغم ان هي صخرية زي ما انتم شايفين اهو، جبل صخري، كل الجبال صخرية لكن مليانة اشجار بسبب كثرة الامطار والجو المعتدل طول السنة. في الشتاء يعني في اماكن كتيرة جدا في البرازيل الا ما عدا منطقة الجنوب، منطقة سانت كاترين وما اسفل منها، درجة الحرارة فيها هي اللي بتوصل احيانا لدرجات ثلجية. وده طريق الادغال تحت، لو بصينا كان في سكة حديد دي معمولة من ايام الاحتلال البرتغالي، ده بيمشي مع الشط مع الساحل ويخش تحت الجبال. والشجر مليان اهو، كوكو، جوز الهند، والموز طالع لوحده، وبعض انواع الفاكهة في الادغال الموجودة فالحيوانات بتتغذى والفاكهة موجودة وبرضه غالية. يعني مش هي غالية بسبب الناس ما تفهمش ليه ان الفاكهة موجودة ومرمية، لكن غالية علشان النقل ونسب الربح وهامش الربح. عشان زي ما قلنا قبل كده البرازيل دولة رأسمالية، فبتعتمد كل واحد بيحط ربحه زي ما هو عايز. ادي فرع من فروع النهر، وادي مراكب الصيادين، الفرع ده بيوصل لحد المحيط. ادي شجر الموز على الجبل، بص فرع النهر واسع جدا، مش نهر النيل بس اللي واسع او نهر دجلة، لا في انهار كتيرة جدا في العالم واسعة. ونهر الامازون في البرازيل هو اطول نهر في العالم واكتر عدد فروع. في ناس كتيرة جدا بتتكلم على السوشيال ميديا وتحكي وهي ما عندهاش علم جغرافيا او تاريخ، فانا بحاول دايما نفيدكم بمعلومة مفيدة، حتى اللي يستمع يكون خد. شايفين البط والاوز تحت وصوته. انا في اعلى منطقة جبلية ضفة النهر، فبالتالي وفي بعض الطيور لو قربت الزوم هناك واقفة. اعتقد كده وضحت شوية. وادي فروع النهر، فروع صغيرة فروع كبيرة، لحد ما بيجي يصب في المحيط، جاية من جبال وجاية من مسافات بعيدة، بتصب في كل مكان. بالاضافة الى مجاري الامطار، يعني الامطار برضو هم معمول لها فروع. ادي الجبال هناك قربناها علشان تكون واضحة. وادي شجر الموز فوق الجبال اهو، وبيطرح موز على فكرة. بس القرود والشمبانزي صراحة الجماعة ما بيتوصوش، يعني بياكلوه بدري. هي كمية كبيرة. الطريق هنا
في طرق بيبقى عليها يفط بيعدي عليها غزلان او قطيع ابقار في الادغال اللي زي كده، فبيبقى مديك تحذير. الطريق ده عليه حركه كتيره، فالحيوانات البريه مش موجوده كتيره، وممنوع صيدها منعا باتا باي مشاكل الصيد، سواء الحاجات الطائره او غيرها. الدوله بتحاول تحافظ على الحياه الطبيعيه والبيئه الطبيعيه والسلسله الكونيه للبيئه. وبتحاول تسيب كل حاجه بطبيعتها، حطب نازل من اشجار متكسر، حطب يعني ما بتغيرش في الطبيعه، ما بتحاولش ان هي تعمل جزء فيه شكل حديث مع الشكل القديم عشان يحافظ على الشكل زي ما هو. ادي اوريكم جزء السكه الحديد هو داخل بين الادغال، ده معمول من ايام البرتغال، بيربط الساحل البرازيلي بالكامل من شمالها لجنوبها على امتداد الساحل، كان لخدمة قوات الجيش. طبعا في جزء منه شغال في مناطق وجزء مش شغال. ادي السكة الحديد اهو، وادي هي ممتدة وسط الادغال اللي احنا كنا بنصورها، وادي منظر النهر من على قرب اكتر، والنهر في وسط غابات ماشي. وادي الصقر الاصلع فوق الشجره اهو، ادي الصقر الاصلع اللي كنت بقول لكم عنه، النسر الاصلع اسف. الصقور قليله، ده النسر الاصلع اللي منتشر في عامه البرازيل هو والبومه. النسر الاصلع بيبقى طاير دايما وبيعمل كتائب بحث، وبيصطاد الثعابين والفئران بصفه دائمه. وادي قطيع الطيور اللي هناك في الحته الجافه مع قطيع النسور الصلعاء. وده في وسط مدينه، يعني الادغال دي في وسط مدينه عادي جدا يعني. دي مدينه في البرازيل، مش هنقول ان ده تصوير في قريه، لا ده تصوير في مدينه، ومن مدن القريبه جدا لسنتر ولايه ساو باولو. وسنتر ولايه ساو باولو يا جماعه ما حدش يعتقد ان هو سنتر المدينه اللي هو بيجي له على الشات جي بي تي. ادي السكه الحديد اهو، ممتد على الكوبري اللي بيعدي مع خط الميه لفرع النهر اللي بيصب في المحيط. بالنسبه لسنتر ساو باولو ما حدش يعتقد ان سنتر ساو باولو هي منطقه براس. منطقه براس دي منطقه العتبه والموسكي بالظبط، مصريين فيها كتير، عرب كتير، عتبه وموسكي في تصميم الشوارع، بتصميم كل حاجه، بالبياعين الجائلين، بالافارقه. بالاضافه ان هي مش تعتبر ده السنتر التجاري. السنتر لو اعتبرناها كسنتر تجاري يبقى هي السنتر التجاري، لكن لما تيجي تجيب على الشات جي بي تي بيجيب لك 4-5 مناطق لان هم سنتر المدينه، لكن هم مش هم سنتر المدينه. هو فعليا يعتبر السنتر للمدينه، السنتر بتاع منطقه براس وما يحيط منها كسنتر تجاري. دايما اي منطقه سنتر المدينه هو السنتر التجاري. فالمدينه دي اللي بتكلم عنها دي بينها وبين سنتر براس نفسه السنتر التجاري الاساسي القديم اللي البرتغال عملوه منطقه تجاريه من سنه 1580 او 1590. ده بين المدينه دي لوسطه حوالي ساعه ونص بالسياره، فده ما يعتبرش ان هو ايه بعيدة عن أدغال الغابات، لا الأدغال الغابات موجودة كتير. ساو باولو كمدينة ساو باولو مش كولاية ما بتحفهاش غابات، لأن هي أساسا اتعمل مساكن كتيرة على الجبال، ولذلك ساو باولو مبنية على منطقة جبلية. هنبقى نشرحها ونشرح تفاصيل كل منطقة في سلسلة الحياة في البرازيل. ده الكوبري اهو اللي عليه السكة الحديد، وعليه دلوقتي خط ميه لانه مش شغال، بيخدم ما بين منطقه ومنطقه. وده فرع النهر اللي بيصب في المحيط، ودي المراكب اللي صورناها، وادي جزء الغابات وفروع صغيره منه بتعدي تخش جوه الغابات.
ومراكب الصيد بياخد ترخيصه، بيشتغل في المحيط، في المياه الإقليمية، بيشتغل في الأنهار. أسماك المياه العذبة وأسماك المياه المالحة مخلوطة مع بعض جدا هنا في نهر الأمازون، وخاصة في مصبات الأنهار القريبة للمحيط. أحيانا بنلاقي إن في أسماك من المياه المالحة طالعة في المياه العذبة، ده بسبب إن المياه قريبة جدا لبعض في عند المصب فقط. الكوبري ده اللي ماشي عليه السكة الحديد ده معمول من أيام الاحتلال البرتغالي وعايش لحد دلوقتي، وهما ما هدوش حاجة ولا بالعكس أي حاجة بيسيبوها، حتى إن كانت مبنى أو طبيعة. حتى المناجم، البرازيل فيها 3000 منجم حديد غير عدد يفوق ال 1700 منجم ذهب أو 1500. ما بيجي يعمل منجم في غابة ما بيهدش الغابة أو بيقطع الأشجار. الغابة والأشجار والأحراش موجودة فوق، والمنجم من تحت زي ما هو، ما بيأثرش على الغابة نهائيا علشان يستخرج المعادن اللي موجودة في المناطق الجبلية اللي كلها غابات. وادي الصياد اللي بيحط حاجته. فبالتالي دي الهم جدا الحفاظ على الحياة كما هي والبرية كما هي والاستمتاع بالمناظر والطبيعة بجمالها، وده أفضل ما في أنهار الأمازون وفروعها، وأفضل ما في جمال طبيعة الحياة في البرازيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شريط السكة الحديد اللي كنا بنصور جزء منه قبل كده في نفس الحلقة بين فروع الأدغال والحياة البرية فيها والأنهار. وادي الكوبري اللي كنا ماشيين عليه، وادي فرع نهر الأمازون. ودي وسيلة نقل داخلي كده، عربية بتجر مقطورتين زي القطار كحاجة سياحية في المدينة الساحلية من مدن ساو باولو. في مصر بيتسمى احيانا في بعض المدن طفطف، بيبقى موجود في المولات او في الجامعات. كان في الاول في فترة ما قبل 2000 عام 2000. ودي مارينا اليخوت والمراكب، هنصورها لكم من جوه على قرب. وادي الجبل، والجبل ده فيه بيوت. لو لاحظتوا في بيت اهو في وسط الجبل هناك، وهنجيب لكم بيت في مقطع تاني. يعني ده اكتر من بيت فوق بعضهم، وشبكات المحمول فوق منهم. وهنجيب لكم بيت في مقطع تاني ازاي لوحده منعزل في جبل وعايش، وخدماته داخلاله ميه وكهرباء وغاز بيوصل له، بس غاز انابيب مش غاز خطوط. البرازيل بالكامل او تكاد يعني نسبة 10% و 5% فقط. يمكن في مدينة برازيليا العاصمة هي اللي فيها مواسير انابيب غاز، لكن معظم الدولة انابيب بيعتمدوا على الانبوبة مش الخطوط، علشان الطرق الجبلية الوعرة اللي بتربط تضاريس الدولة بالكامل.